يا صباح الورد ومساء الفل على احلى اخوات وعلى احلى متابعين في الدنيا. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. شايفين المنظر؟ يعني جبت لكم منظر طبيعي طبيعي. بصوا يعني مفيش طبيعي اكتر من كده. طبعا المطبخ يضرب يقلب يعدل، مش قادره اقول لكم. هبتدي. بس الاول كنت قلت ابدا في الغدا لان ده روتين مسائي، مش صباحي. بعد ما رجعت الحمد لله من الشغل وفطرنا وقعدنا وكل حاجة. طبعا في الدنيا في المطبخ تضرب تقلب تعدل. فقلت قبل ما اشتغل في المواعين، يعني ان شاء الله ابدا كده ايه اسلق الفراخ عشان ننجز ونكسب وقت معانا. عشان في اليوم ده ابتديت يومي متأخر شوية. ما ننساش بقى نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. لو أول مرة تشوفيني أنا أختك صحرا ودي قناتي، متنسيش تشتركي في القناة وتفعيلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. واستنوا بكرة معايا إن شاء الله إن شاء الله فلوج تحفة 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 أنا والبنات. يا رب إن شاء الله كده يعجبكم. وبتمنى طبعا إن انتوا تحطوا لايك وتدوني بقى كده رأيكم والكومنتات الحلوة بتاعتكم اللي بتبسطني. طبعا كل الكومنتات الفيديو اللي فات على جمانة. طبعا شكرا لكل اللي بعت اي كومنت لجوجو. طبعا هي قرت كل الكومنتات. هنا كانت بتملى ازازة مية، عشان كانت بتحط لي مية في الكاتل. دي بقى سبونشات جديدة انا اشتريتها. ونسمي الله كده بقى ونشمر. علشان خاطر روتين بقى ورغاوي، مش قادره اقول لكم يعني روتين تشجيعي درجه اولى. المطبخ مش قادره اقول لكم كان مليان كميه مواعين. مع اني والله كنت قبلها بيوم غاسله المواعين، والله مش مخليه اي حاجه في الحوض. بس احنا زي ما كل الستات وكل البنانيت الامارات اللي معايا عارفين ان طبعا المطبخ والمواعين بتتكاثر اكتر من النمل نفسه. يعني المواعين بتتكاثر اكتر من اي حاجه في الدنيا ممكن تتكاثر. يا رب تبقوا بخير كده. اكتبوا لي بقى في الكومنتات عاملين ايه، واخبار المصيف معاكم ايه، واخبار الصيف، واخبار الخروجات، وبتعملوا ايه مع اولادكم وبناتكم في الايام الحر الفظيعه دي. وابتديتوا مصايف ولا لسه، وخروجات ولا لسه؟ عايزه اقول لكم انا ان شاء الله باذن الله كده هبتدي حاجه حلوه قوي هقولها لكم برضو. اول ما تخلص هقولها لكم، عايزه اعملها مع البنات ودي تبقى اول مره بعملها لهم. يا رب تبقى كده حاجة حلوة وخير وحاجة كده ان شاء الله يعني. تكون حاجة حلوة في حياتهم اللي جاية ان شاء الله كده، وتساعدهم على ايه، على حاجات كتير ان شاء الله بإذن الله. اول بس ما تتم هقول لكم على طول عملتها. منها طبعا هيبقى خير ليا وليهم. حاجة يعني كويسة، وفي نفس الوقت حاجة مش هقول تضييع وقت على قد ما هيكسبوا منها حاجة حلوة قوي. بدل طبعا الوقت الفاضي اللي طول النهار على الموبايلات، مع اني مش بقعد بناتي على الموبايلات كتير. دي بقى كنت انا وانا جاية من الشغل كنت بقى دخلت السوق. وعايزة اقول لكم واحكي لكم مأساتي بس محدش يتريق عليا. انا ساكنة في الدور الخامس. العمارة طبعا فيها اسانسير، بس الاسانسير بقاله 3 ايام الاسانسير عطلان فيه مشكلة. فكنت بطلع اجيب الحاجة وانا طالعة عشان يبقى مرة واحدة بس. عشان طبعا مش هقدر كل شوية انزل الجمانة او البنات بصراحة. وانا او انزل كل شوية او اطلع. إيه فكان الاسانسير بايظ. وكنت بقى قلت بالمره وانا طالعه وانا جايه من الشغل جبت بقى ملوخيه، جبت بطاطس، جبت طماطم، جبت فلفل الوان، جبت طبعا الحاجات اللي كانت ناقصاني عشان ما انزلش كل شويه واطلع. ودي بقى كانت ملوخيه. كنا راسمين ان احنا نعمل باميه عشان جوجو كانت عايزه تاكل باميه، بس ما اعرفش ليه تحس ان الباميه فجاه انقرضت. ما اعرفش ليه كده. آه، فجبت بقى ملوخية. وكان عندي طبعا بقية الأكل اللي احنا كنا عاملينه مع بعض برضو من يومين، اللي هو البطاطس بالسجق. فطلعتها طبعا جنب الأكل. هعمل لكم شوية ملوخية عالميين. ملوخية حلوة جدا. بجد احلى مليون مره طبعا من ان احنا نجيبها من الاكياس. بس انا مش هكذب عليكم يعني ان انا اقول ان انا ما بستخدمهاش. لا انا بستخدمها اللي هي بسمه وساعات بتبقى في نوع تاني بس انا مش فاكراه بصراحه. لما بتزنق بصراحه، ولان طبعا الملوخيه مش معظم الوقت بتبقى موجوده. وفي كده نوع بيبقى لون بيسموه صوبيا حاجه كده مش فاكره. لو الاسم غلط بقى صححولي في الكومنتات. بتبقى صغيرة كده شبه النعناع. بصراحة مش بحب اعملها قوي. بس بصراحة الخضرة حاليا موجودة في السوق حلوة قوي والورقة بتاعتها كبيرة.
تحفة. هوريها لكم دلوقتي لما احطها وانا بخرطها بصراحة. مش بعملها في كبة او في خلاط زي في ناس كتير بتعملها كده. حلو كل حاجة طبعا تمام، احنا اتفقنا مع بعض ان احنا الشعار بتاعنا ما نقفش على حاجة. كل حاجة ينفع تتعمل وكل حاجة ينفع يعني نحط دي ما نحطش دي، نحط دي بدل دي، المهم ان الدنيا تبقى لطيفة والدنيا تبقى حلوة معانا. يعني ما نقولش لا مش لازم كبة، لا لازم اخد، لا ما تقفيش على شيء يعني. تمام. وكالعاده وانا بمنتج لكم الفيديو، دي داخله ودي خارجه وتشاور لي وتعملي، والله العظيم بيطلعوا عينيا. عايزه اقول لكم كمان ان في ناس كتير حاسديني على جمانه وفريده ان انا جايبه بنتين. تمام. والله هناء صاحبتي حبيبتي كانت عندي امبارح، كانت جايبه لي، هحكي لكم برضو قصه كده، قولوا لي لو انتوا مكاني هتعملوا ايه. والله الست قعدت معايا حوالي ساعه، قالت لي انا بحمد ربنا انا ما جبتش بنات. والله قالت لي كده، قالت لي الحمد لله ان انا مش جايبه بنات، وهي عندها اسم الله اكبر ربنا يخلي ولدين. قالت لي الحمد لله ان انا مش جايبه بنات الصحراء. ايه ده بجد؟ فالناس بتشوف من بره ما بتشوفش من جوه. هناء صاحبتي اختها مهاجره المانيا، وكانت جايبه لها فستان حلو قوي، بس ان هي مش قالت لي هينفع لا تخرج بيه. وانتي بقى لو عاجبك او كده خديه. فبصراحه انا شفته عجبني الفستان، واخدت منها الفستان على اساس ان انا هاخده ليا انا كحاجه شخصيه. مش هنزل بيها لاني طبعا مش هلبس حاجه ضيقه، لكن الستايل بتاعه عجبني قوي، فقلت ان انا هقعد بيه في البيت. ايه المشكله يعني؟ مش مشكله. والماتيريال بتاعته بصراحة الخامة فظيعة، لأنه طبعا مستورد مش مصري. طبعا مش بعيب في حاجة مصري أو الكلام ده كله، بس أنا بقول إن الماتيريال بتاعته عالية. فلما أخدته منها قلت للكبير لجوجو تلبسه، قيسي كده يا جوجو. فقاسيته عجبها. المهم فريدة كمان قاسيته، فقلت لهم خلاص احنا هنعمل ما بيننا وما بين بعضنا شير احنا التلاتة في الفستان. عايزه اقول لكم يعني كانت لحظه مأساة ان انا قلت كده. بصراحه ندمت ان انا قلت كده بامانه الله، يعني حاجه كنت جايباها لنفسي كنت افضل اخليها لنفسي. اي ما اقولش بقى ان احنا نعمل شير واحنا بنات مع بعض احنا التلاتة لا. بجد يعني غلطت جامد جدا. وقولوا لي بقى الامهات السكر اللي معايا لو مكاني يعملوا ايه. فقلت لهم خلاص واحنا كنا المفروض خارجين يعني، فكل واحده فيهم عايزه تخرج بيه. بس اللي قالت عايزه اخرج بيه الاول فريده. وكلهم بقى بص هما الاتنين بقى يعني زن زن زن. ودي تقول لي انت بتحبيها اكتر، ودي تقول لي انت بتعمليها اكتر. ويعني ربنا بصراحة يصلح حالهم ويصلح حالنا احنا كلنا، اللهم امين، وحال ولادنا بجد. فقولوا لي يعني بصراحة انا كده غلطت ولا ايه؟ مش عارفة بصراحة، يعني ضايقوني جدا هما الاتنين بصراحة. يعني تصرفهم كان غلط ولا انا اللي تصرفي كان غلط من الاول؟ انا حبيت افرحهم وان احنا بنانيت مع بعض ومش عارفة ايه المشكلة. ما دام ان احنا ينفع نلبس مع بعض ما عنديش مشاكل، وهما بيلبسوا فعلا حاجات كتير ما بطلت البسها. فبدل ما اديها لحد، لا انا بناتي موجودين ربنا يخليهم، وايه المشكلة هما يلبسوها افضل. فبعمل كده دايما معاهم. الحاجة اللي مش بلبسها او مثلا بجيبها، حاجات ساعات بتبقى جديدة يعني بجيبها وبتطلع مثلا المقاس بيكون اوف او حاجة مش عارفة ايه، فبديها بقى ان كانت ينفع لسن جوجو او لفريدة الكلام ده كله. فبصراحة اتضايقت قوي منهم، فقلت لهم خلاص محدش هيلبسهم. فقولوا لي بقى في الكومنتات كده صح ولا غلط. والله يهديهم ويهدي ولادنا وبناتنا اجمعين يا رب العالمين. كده بقى شايفين بقى كده الحوض يفتح النفس تعملي اي حاجه. شفتوا المنظر الاولاني ده كده؟ يا نهار ابيض تعيطي منه كده. جبت بقى الملوخيه اللي انا نقعتها في الميه، عشان طبعا الملوخيه بيبقى في اوقات بيبقى فيها طين او تراب، فالميه لما بتنقعها فيها كده بتخليها سهله في الغسيل. بس طبعا بغسلها كتير قوي، بغسلها في حاجه تكون مخرمه كده زي المصفى، عشان اي تراب او اي حاجه بقى ينزل منها. صفيها بقى كويس كده من الميه علشان خاطر وانا بخرطها ما يبقاش فيها ميه. جبت كده الصينيه اللي هخرط فيها والمخرطه. وبجيب كده قرن فلفل كده مشطشط بخرطه وهي الملوخيه وانا بخرطها، يدي بقى طعم كده وبصراحه بحس انه بيودي الملوخيه في حته تانية قرن الفلفل ده. وما بتحسيش اصلا ان الملوخيه مشطشطه. شايفين ما شاء الله الف هنا وشفا. قومي كده بقى لو انتي لسه ما شطبتيش المطبخ شطبيه كده رغاوي بقى. مش قادره اقولك للصبح بقى يعني روتين قوي جدا للمطبخ. شايفين المطبخ في الاول بيبقى عامل ازاي؟ يعني اي مطبخ في الدنيا بيتوسخ، بس انتي بقى اقفي كده
ساعة كده ظبطي امورك، والله الدنيا هتبقى معاكي يعني حلوة ونظيفة والدنيا زي الفل. زي ما اتفقت معاك كده، بحاول طول ما انا واقفة قادرة بعمل حاجة، بطلع كده على الحوض، طق طق طق، تلاقيني بقى خلصت اي بقى ايه، اي مواعين زيادة كانت عندي اروح غسلها بسرعة وشطفها، عشان خاطر يفضل المنظر التحفة ده ما يتبهدلش مني تاني. على قد ما بقدر زي ما قلت لكم، على قد ما بنقدر بنعمل. وخلصت هنا الحمد لله كده. ان لما بعمل الاكله دي بحس كده بروح امي معايا، يعني ربنا يخليها لنا. واحنا كده صغيرين، دايما حتى بقول لي بناتي الاكله دي، بحس ان انا رجعت كده 20 سنة ورا، اللي هو بقى ايه، ايام ما كنا نرجع من المدرسة واحنا في ابتدائي صغيرين، نشم كده ريحة الفراخ المسلوقة او اللحمة المسلوقة، وطشة الملوخية اللي كانت بتجيب لآخر الشارع، بجد والله العظيم. فيا رب كده يخلي لنا امهاتنا، ويرحم امهاتنا اللي سابونا ومشوا، وهم السابقون طبعا واحنا اللاحقون. الله يرحم امواتنا واموات الناس جميعا يا رب العالمين. هنا بقى كنت بقى ايه عملتها، حطيت الملوخيه كده، اول ما تاخد غلوه اطفي عليها. الملوخيه مش ما تسيبهاش تغلي كتير لانها بتسود، والملوخيه ما بتغطاش عليها، لان لما بتغطي الملوخيه بتسقط منك. يعني ايه تسقط؟ يعني تفصل الملوخيه، الملوخيه نفسها، الورق نفسه عن عن الشوربه، فما تغطيش الملوخيه وانتي بتعمليها، وما تسيبهاش تغلي كتير عشان ما تسودش منك. هنا بقى رحت عملت الرز، وقلت بقى ايه، اول ما يدخل كده على السوا ابتدي اعمل ايه الطشه، احلى طشه ايه تعمليها بقى كده، توم، ولو عندك كزبره، انا ما كانش عندي. وحطيت شوربه ماجي لو انتي حابه، طبعا دي اختياري، يعني شوربه الماجي بتكون اختياري معاكي، حابه تحطيها او مش حابه تحطيها. آه، سمنه بلدي، زبده. انا بصراحه السمنه البلدي اللي انا كنت مسيحاها خلصت، محتاجه كده بقى ايه اطلع كده من الديب فريزر واسيح ان شاء الله كده معاكم كده ايه، كيلو او 2 كيلو ان شاء الله من من السمنه. عشان كده ايه ناكل بقى شويه مرطه كده ونتخن يا خراب نفسي. انا عايزه اقول لكم ان انا لما اتجوزت كنت قد ايه، انا لما اتجوزت كنت 49 كيلو. صدمة صح، يا نهار ابيض. مش هنسى ببص على الصور بتاعتي دلوقتي واقول كنت فين وبقيت فين. يلا الحمد لله، طبعا الحمد لله احنا في نعمة وفضل، يعني ربنا يديمها علينا ويحفظها من الزوال. بتنزلي بقى كده بالسمنة بتاعتك والطشة بتاعتك بقى، التوم سواء التوم بالكزبرة طبعا بتبقى احلى. تمام، تنزلي كده بشويه الملوخيه تقلبيهم كده بقى في الحله، وكلي. وطبعا ظبطي الملح بتاعك، وكلي احلى شويه ملوخيه خضراء ممكن تعمليهم. الملوخيه سهله جدا، طريقتها بسيطه، مفيش اسهل منها. حطيت هنا شويه شوربه ماجي، زي ما قلت لكم دي اختياري، عايزين تحطوها او ما تحطوهاش براحتكم. وطبعا اظبطي الملح بتاعك. وهنا كان خلاص الرز بتاعي بيتشرب. ومن ضمن الحاجات اللي بتحسسني بايام زمان الفراخ المحمره، ما احطهاش بقى في فرن، ما اعملهاش ما اشويهاش، لا، ان انت تسلقيها عادي جدا، وان انت تمسكيها كده وبحبه زيت على سمنه، حبه زيت على زبده، زي ما انا ما هعمل، زي ما تحبي. طبعا لو وصلت معايا لغايه هنا شكرا جدا. ما تنسيش طبعا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وقولوا لي الروتينات بتاعتكم بتشجعكم، لو في حاجات جديده عايزين نعملها مع بعض ان شاء الله نعملها. آه، وحابه اشكر كل حد طبعا بيكتب لي في الكومنتات او بيتفاعل او بيدخل طبعا يشترك، بينورني. آه، انا كنت خلاص الحمد لله. الطاسه دي كانت صغيره شويه، فما خدتش الاربع وراك، خدت بس التلاته، عشان ما شاء الله برضو كانت الوراك نوعا ما كبيره. انا ما بحبش بصراحه الوراك الكبيره، انا قلت لكم قبل كده انا مش بحب الفراخ قوي يعني، بس طبعا ايه يعني بنعمل ده وبنعمل ده. مفيش حاجه مش بنعملها الحمد لله. آه، وربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم، اللهم امين يا رب العالمين. وقولوا لي بجد بتعملوا ايه في الصيف عشان عيالكم ما يحسوش بالملل، برغم اني بنزل تمارين، بس دلوقتي موقفين شويه عشان ربنا يا رب يشفي كده. ادعوا كده للكابتن بتاع بناتي، عنده مشكله ودخل عمليه وكده، ربنا يا رب يشفيه ويعفي عنه ويشفي جميع مرضانا. هم واقفين حاليا من التمارين. آه بس هيرجعوا ان شاء الله خلاص كده اول الشهر باذن الله كده يرجعوا. وزي ما قلت لكم هيعمل لهم كده حاجه جديده ان شاء الله كده تكون خير يا رب عليهم. وبدل بقى الملل ده قولوا لي بيعملوا ايه تاني غير غير لو في تمارين او الكلام ده كله.
هنا بقى كنا خلصنا الحمد لله، بقدم بقى الاكل بقى معاكم زي ما اتعودتوا ان انا بعمل كده. عملت طبق سلطه خضراء، طلعت البطاطس اللي كانت عندي وسخنتها في الفرن، وطبق ملوخيه، وكان الحاج صاحب البيت كان جايب لنا مخلل. واللي وصلت معايا هنا، شكرا جدا، دمتم في رعايه الله. باي باي.